اهلا يوتيوب، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. يا جماعه دلوقتي هعلمكم كام كده سكراب هنعمله للجسم، وسكرابات انا كده كده بعملها بقالي فتره فهتفيدكم ان شاء الله. اول حاجه هنجيب اي علبه فاضيه كده فيها كريم غسلناها، العلب اللي هي الفاضيه دي تمام عشان نحط فيها السكراب. بصوا هنحط 3 معالق سكر، وبعد كده يا ريت السكر لو عندكم سكر خشن او سكر بني بيبقى حلو يعني اكتر. كده هنحط طبعا ملح لانه زي الباتيكير كده برضو بيقشر الجلد الميت اللي في الجسم. هنحط برضو منه ايه يعني نص معلقه او معلقه كبيره كده ونص. انا هوريكم الشكل دلوقتي. حطيت السكر والملح وده تحت اللي هو الشاور جل، هندمجهم بقى مع بعض واحط شويه شاور جل تانيين وبعد كده هنقلبهم عادي. بصوا القوام ده شايفين؟ لسه فاضل فيه شويه وانا هعمله لكم دلوقتي، وده حلو برضو بنحط معلقتين سكر كبار ماشي. بعد كده يا جماعه هنحط زيت زيتون ماشي، نحط كده اهو شايفين، نحطه كده. وجماعه دي الخطوه زياده شويه هي واللون، انا حطيت لون طعام احمر في السكراب وشويه نعناع كده زي ما انتوا شايفين ناشف، وبعد كده نقلب السكراب برضو اهو. وده التاني برضو عملت كمية برضو لان كل مرة بجدد يعني في المكونات. مع بكره يوم عرفه وانا فرحانه جدا يعني ان بكره حتى الفيديو هينزل لكم برضو في يوم عرفه ان شاء الله. فحبيت افكركم كده بالاعمال اللي انتوا هتعملوها في يوم عرفه، يعني الدعاء بيبقى مستجاب بالذات في يوم عرفه. طبعا احنا كلنا يعتبر يعني اي حد بيصوم في يوم عرفه. بعد كده لازم ان احنا نحفظ بصرنا او نحفظ يعني سمعنا لو بنسمع اغاني، لو بنعمل حاجات زي كده، او مثلا يعني حاجات اي حاجة ممكن تبوظ لنا الصيام او تبطل الصيام في اليوم ده ما نعملهاش. كمان برضو لازم نذكر ربنا كتير في اليوم ده، وطبعا الدعاء لان الدعاء في يوم عرفة دعاء مستجاب ان شاء الله. ما بيجيش يوم عرفة بتاع السنة الجاية الا والدعوة اللي انتوا دعيتوها في يوم عرفة اللي فات اللي هو ده ان شاء الله الا وتكون اتحققت. فلازم برضو تدعوا كل اللي نفسكم فيه في يوم عرفة. واخر حاجة الصلاة على النبي يا جماعة، لازم تصلوا على النبي كتير في يوم عرفة برضو عشان دي من الأعمال الصالحة اللي احنا لازم نعملها في اليوم ده.